وبيبدأ الفيلم في المستقبل بعد دمار العالم، وبنعرف إن بعض العلماء حاولوا إن هم ينقذوا اللي اتبقى من الكوكب وتوصلوا لفكرة التحول الكامل، وهي إن كل شخص في عيد ميلاده ال16 يعمل عملية تغير حياته ويتحول لنسخة أفضل ومثالية من نفسه، لأن العلماء شايفين إن كل ما بقى البشر مثاليين زي بعض كل ما الصراع بينهم بيكون أقل أو اختفى. ووقتها بنشوف بنت اسمها تالي لسه ما كملتش 16 سنة، وبتقف في الوقت ده قدام المراية وبتبص على شكلها وبتطلب من المراية التكنولوجية إن هي توريها نسخة أفضل من شكلها. فهنا بتوريها شكلها بعد عملية التجميل هيكون عامل ازاي، وبعدها سالي بتقابل صديقها بريس وبيتفرجوا من خلال النضارة التكنولوجية على الحفل الكبير المعمول للمثاليين دول. وبنعرف ان اي شخص لسه ما خضعش لعملية التجميل بيكون ممنوع ان هو يخرج او يحضر حفلات زي دي، وبيبان على سالي ان هي مستنية اليوم اللي هتتم فيه 16 سنة بفارغ الصبر. وبيعرفها بريس ان بقالها 3 شهور بس وتكمل ال 16 سنة، وساعتها هي حياتها هتتغير. وفي نفس اللحظة دي بنعرف ان بكرة بريس هيكون عنده 16 سنة وهيعمل العملية وحياته هو كمان هتتغير للأبد، لكنه بيكون قلقان من الحياة الجديدة ان هي تتغير بسببه، فبتقول له تاني ان هو على الأقل هيكون أجمل ومش صاحب مناخير طويلة ولا حاجة. وهنا بنلاحظ ان بريس وسالي بيكون عندهم هما الاتنين نفس الندبة في ايديهم، وبيوعدوا بعض ان هو مش هيتخلوا عنها. وبعدها بيحضر كل اللي تحت 16 سنة اجتماع الدكتورة الحكيمة نايا، وبتعرفهم هنا ان كل اللي بيتم 16 سنة النهاردة، وبتعرفهم ان هم هيتحولوا للمثالية المبهرة اللي هتخليهم حلوين من بره وكمان من جوه. ووقتها هيتحرروا من العنصرية والكراهية لأنهم كلهم هيكونوا بشكل جميل ومميز، وهيخرجوا ويعيشوا في المدينة ويستمتعوا بحياتهم. وبتطلب من كل اللي هيتم 16 سنة إن هم يطلعوا المسرح، وساعتها بتحضن سالي بريس وده عشان هيوحشها، وبتطلب منه ما ينساش ميعادهم عند الجسر بعد شهر من دلوقتي. وبعدها لما بترجع تاني لغرفتها بتفتكر أول يوم اتعرفت فيه على بريس، وبقوا مع الوقت أعز أصدقاء. ولما تعور بريس في إيديه في يوم من الأيام قررت سالي هي كمان تعور نفسها ويكون عندهم هما الاتنين نفس الندبة. وبعدها بنشوف سالي وهي بتحفظ الأسباب اللي تسببت في دمار الكوكب كله، وبتتكلم عن الزهرة معدلة جينيا اسمها زهرة النمر البيضاء، وإن هي السبب في حفظ كوكبهم ومستقبلهم الحالي. وبتعدي الأيام وسالي مستنية توصل ل 16 سنة، لكن فجأة بيتقطع كلام بريس معاها، وده بيخليها تتضايق حتى لما بتروح للجسر، وده عشان يتقابلوا سوا زي ما كانوا متفقين، لكنهم طبعا مش بيلاقوا بعض. وهنا بتتضايق ان هو خالف وعده، فبتقرر ساعتها ان هي تطلع الجسر، وبتشوف وقتها المدينة والمثاليين وهم فرحانين وبيحتفلوا زي كل ليلة. وفي نفس اللحظة دي بتلاقي قناع على الارض، ولما بتلبسه فجأة لبسها بيتغير، وبتشوف كل حاجة حواليها جميلة ومثالية. وهنا بتكون منبهرة جدا لانها اخيرا شافت العالم المثالي اللي كان نفسها تشوفه. وفي نفس الوقت ده بتشوف بريس اللي بيكون شكله اتغير شوية بعد عملية التجميل، فبتفضل تندى عليه وهي فرحانة. لكن بريس بيتضايق لما بيشوفها وبيسألها ازاي دخلت للمدينة، وساعتها بتستغرب سالي من تصرفات بريس وان شخصيته اتغيرت هو كمان وبقى شخص مختلف بدون مشاعر. فبيعرفها ان هي لما تكون جميلة زيهم هتفهم قصده، وبتتصدم سالم ان هو اتخلص من الندبة. وفجأة الحكومة بتكتشف وجود شخص من القبحاء بيكونوا موجود في المدينة معاهم، فبتاخد سالي جاكيت الطيران وبتحاول تهرب قبل ما تتمسك، لكن للأسف الطيارة الخاصة بالحكومة بتشوفها. وفجأة بتلاقي واحد من زمايلها اسمها شيري بتشدها وبتركبها معاها جهاز التزلج بتاعها، وبيطيروا بيه مع بعض، وبيحاولوا ان هم يهربوا من الطيارة وبيرجعوا للمبنى بتاعها. وبعدها بيفضلوا سهرانين سوا يتكلموا، وبتكون شيري عايزة تعرف من سالي المدينة والمثاليين بيكون شكلهم عامل ازاي. فبتقول لها سالي ان كل حاجة بالظبط زي ما الحكومة وعدتهم بيها، وبيكتشفوا ساعتها ان هم مولودين في نفس اليوم وهيتموا مع بعض 16 سنة. وتاني يوم بتقرر شيري تعلم سالي ازاي تستخدم جهاز التزلج وتطير بيه، لكن سالي وقتها بتقع وما بتعرفش تستخدمه فترة كبيرة، وبتحاول شيري تدربها كل يوم لحد لما تتعلم. وفي يوم بتقول شيري لسالي ان هي عايزة تروح لمنطقة الضباب، لكن سالي بتعرفها ان المنطقة دي مش حقيقية ومجرد خيال، ولو كان الضباب موجود كان زمان حد شافه من بدري. فبتسكت شيري وبتطلب منها تقابلها عند الحزام الأخضر بعد ساعتين. وبالليل بتروح شيري للجزء المدمر من الكوكب، وهنا بيكون معاها سالي وبتطلب منها ما تقولش لأي حد عن اللي هتشوفه لأنها هتشوف الضباب، وبتعرفها إن هو حقيقي وإن في ناس كتيرة زيهم عايشين هناك ومحدش بيجبرهم يعملوا عمليات التجميل، وده عشان يكونوا مثاليين.
لأن المهم في منطقة الضباب هو الجوهر، فبتتصدم تاني من اللي شيري بتقوله وبتحذرها إن لو حد شافهم دلوقتي هتتلغي عمليات الجراحة وهيفضلوا قبحاء للأبد. لكن شيري بتتفاجئ سالي إن هي مش عايزة تعمل عملية أصلا، وبتترجى سالي إن هي تهرب معاها من العالم المتصنع اللي بيكونوا عايشين فيه ويبعدوا عن التكنولوجيا الغريبة، وإن هي بتحس معاهم بالسجن ويعيشوا أحرار في عالم تاني طبيعي. فبترد عليها سالي بعصبية وبتقول لها إن هي مش عايزة تكون حرة وعايزة تكون جميلة ومثالية وتروح للمدينة لأنها مش عايزة تكون قبيحة والناس ما تتقبلش بشكلها. فبتعرفها شيري إن هي جميلة زي ما هي وبتديها خريطة طريق الضباب، وده عشان لو حبت تغير رأيها أي وقت وتروح لهناك زيها. وبتقول لها إن الخريطة معمولة برموز سرية هي بس اللي هتفهمها. وفي النهاية بتودع شيري ساعتها سالي بحزن عشان مضطرة تسيبها وتروح للضباب، وبتعدي الأيام وبيجي اليوم اللي بتتم فيه تالي 16 سنة. لكنها بتتفاجئ إن كل اللي تم 16 سنة معاها بيكونوا عملوا عملياتها وخلصوا ما عدا هي. وفجأة بيجي شخص تبع الحكومة بياخدها المكتب نية، وساعتها بتتفاجئ سالي وبتقلق جدا، وبتلاقي نية بتسألها عن شيري لأنها مختفية ومش عارفين مكانها لحد دلوقتي. لكن سالي بتنكر إن هي تعرفها من الأساس وتعرف هي فين دلوقتي. فبتقول لها مايا إن عمليتها هتتأجل عشان هيحتاجوا مساعدتها. وبعدها بتكون سالي قاعدة في أوضتها حزينة جدا، لكن فجأة بتلاقي بريس جاي يزورها، فبتفرح جدا إن هو فاكرها وبتحكي له اللي حصل معاها وإن عمليتها اتأجلت، وده عشان ما قالتش شيري راحت فين. وبيطلب منها بريس ان هي تتكلم وتقول للحكومة على مكان شيري، وده عشان تعمل العملية وتبقى جميلة زيه. وساعتها هيعيشوا مع بعض في المدينة، وإلا هتفضل قبيحة ومنبوذة ومحبوسة في مبنى القبحاء للأبد. وبعدها بتقعد سالي مع نايا وبتتصدم إن هي بتقول لها في شخص اسمه ديفيد هو المسؤول عن منطقة الضباب، والناس اللي هناك بيطوروا أسلحة عشان يدمروا بيها العالم اللي هم عملوه بنوه بتقنيات عالية جدا. فبتستغرب سالي وبتسألها ليه ممكن يكونوا عايزين يدمروا العالم، وبتعرفها ان شيري دلوقتي تحت سيطرة ديفيد بعد لما لعب في افكارها وخلاها تكره العالم المثالي. وبتطلب نايا ساعتها من سالي ان هي تلاقي مكان الضباب، وبتعرفها ان هم هيخلوها واحدة من الضباب، وده عشان تتجسس عليهم وتقول لهم على مخططاتهم وكل تحركاتهم. وساعتها بس هيخلوها تعمل العملية وتبقى جميلة ومثالية زي ما بتحلم كل يوم. وبتديها السلسلة السرية عشان أول لما تعرف مكان أسلحتهم تبعت لهم إشارة من خلالها، وبتقنع سالي إن شيري محتاجاها ولازم تنقذها من ديفيد وسكان الضباب. وبعدها بنشوف سالي وهي معاها خريطة مكان الضباب فعلا، وبتتبع كل التعليمات اللي مكتوبة في الخريطة، وبتقضي أيام وليالي في الطريق. وطبعا بتتعذب في الطريق لأنه مش سهل أبدا وطويل جدا. وفي نفس الوقت ده بيكون بريس قاعد مع نايا وبتشكره إن هو ساعدهم في إقناع سالي إن هي تعرفهم مكان الضباب فين بالظبط. وفي الوقت ده بيحكي بريس لنيا ان هو حس بحنين ناحية سالي لما شافها، وكان فاكر ان المشاعر دي مش هيحس بيها تاني. فبتعرفوا نيا ان هو من القلة اللي عملوا عشانهم مسار تحول جديد، وده عشان يكون ذهنه صافي ونقي وعنده فكر مختلف. وفي الأثناء دي فجأة بتلاقي سالي كل حاجة حواليها بتتحرق وبتتخنق ساعتها من الدخان. وفي نفس اللحظة دي بيظهر ديفيد وبيكون معاه جهاز تعقب لأي جهاز تجسس تبع الحكومة المصطنعة دي. وطبعا بتكون سالي وقتها خايفة إن ديفيد يكتشف إن السلسلة اللي لابساها هي الجهاز بتاع التتبع، لكنه مش بيكتشف أي حاجة غير الجهاز اللي كان على لوح التزلق. وبياخد ديفيد سالي اللي معاه لمنطقة الضباب، وهناك بتقابل شيري وبيفرحوا هما الاتنين عشان شافوا بعض بعد فترة كبيرة. ولما بتقعد سالي مع شيري بتحاول تخليها تشك في ديفيد، وده عشان ترجع معاها. وبتتضايق شيري وبتطلب منها تمشي، وده بيخلي سالي ساعتها تعتذر ليها وتقول لها ان هي محتاجة شوية وقت، وده عشان تستوعب اللي بيحصل حواليها. فبتعترف شيري ان هي مش هتقول لاي شخص ان هي لسه مذبذبه وعايزاها ترجع معاها، وان ده هيفضل سر ما بينهم هما الاتنين. وبتنصحها تشوف الناس اللي هنا الاول وتقرب منهم، وهي هتعرف الحقيقه بنفسها وبعدين تحكم زي ما هي عاوزه، وان هي كمان هتلاقي الراحه اللي تخليها مبسوطه. وبعدها بتكتشف سالي ان ديفيد واللي معاه بيحرقوا زهره النمر البيضاء، فبتتصدم من اللي بيحصل. لكن ديفيد بيعرفها ان السهره دي صنعتها الحكومه عشان تقتل اي حقول تانية في الكوكب، وما تخليش اي حد يقدر يعيش بره الحدود اللي متحكمه فيها الحكومه في السر. وبيركبوا بعدها كلهم الطيارة عشان يحرقوا باقي الزهور. وفي الوقت ده بيلحقهم اتنين من الحكومة، وبتقع شيري من الطيارة، فبتخاف عليها سالي وبتنزل وراها عشان تنقذها وتحميها، وفعلا بتنجح في كده.
وهنا بيرجعوا سوا للطيارة تاني وبيقدروا يهربوا من اللي بيلاحقوهم، ولما بينزلوا من الطيارة بيشك كروي في سالي وبيفضل لديفيد إن محدش قدر من الحكومة يلاحقهم من فترة كبيرة جدا، وإن ده حصل دلوقتي لما سالي بقت في وسطهم. لكن ديفيد ما بيكونش شاكك في سالي لأنها رمت نفسها وسط النيران، وده عشان تنط من الطيارة وتنقذ شيري، وده معناه إن هي شخص مخلص جدا. وبالليل بتكون سالي متوترة وبتفكر ومش عارفة تعمل إيه أو تتصرف إزاي، ولا عارفة مين الصح ومين الغلط. وتاني يوم الصبح بتكتشف سالي إن كل اللي قاعدين في منطقة الضباب بيزرعوا الأكل وبيشتغلوا وبيعمروا الأرض ومش عايشين في التكنولوجيا الحديثة اللي كانت بتشوفها في مدينتها القديمة، ولا بياكلوا أكل معدل جينيا والهبل ده كله. وهنا بيعمروا الأرض ومش بيدمروها زي ما نيا بتقول لهم عنهم. وبالليل بيتكلم ديفيد مع الكل وبيعرفهم إن الحكومة مش هتبطل تدور عليهم وتلاحقهم، وده لأنهم عاوزين الكل يكون تحت سيطرتهم ويحسوا إن هم قبيحين وفيهم عيوب عشان يتولد جواهم شعور عدم الأمان، وبعدها يوفر لهم عمليات التجميل اللي هتخليهم مثاليين، ده على كلامهم طبعا، والمدينة المثالية اللي هيعيشوا فيها بسعادة، وده عشان يشغلوهم أكتر وأكتر، وإن هم بيعملوا كده عشان يبعدوهم عن العلم والقراية والحقيقة. وبتحس وقتها سالي إن كلام ديفيد كده بيكون صح تقريبا، وإن هي مقتنعة بيه وفعلا حاسة بالراحة وحابة نفسها وسطهم. وتاني يوم بيبدأ ديفيد يعلم سالي إزاي تستخدم الأسلحة، وبيبان كده إن في إعجاب ما بينهم هما الاتنين، وبيدي ديفيد لسالي القفازات بتاعته عشان تحمي ايديها. وفجأة بيلاقوا واحدة من السكان بتاعة منطقة الضباب مجروحة ومصابة، وبتحكي لهم ان الحكومة بعتت ناس تلحقها لكنها قدرت تهرب منهم. بتحاول سالي وقتها ان هي تساعدهم في وقف النزيف بتاع الجرح بتاعها، وبعدها بتشوف شيري وقفازات ديفيد مع سالي، وبتعرف ساعتها ان هو معجب كده بسالي وبيحبها لان القفازات دي بالتحديد بتكون غالية عليه جدا وهم المفضلين عنده. وشوية وبتروح سالي لديفيد وبتتكلم معاه وبتسأله بكل صراحة اذا كان بيصنعوا سلاح عشان يدمروا بيه الحكومة والمدينة بتاعتهم. فبيستغرب ديفيد ساعتها من سؤالها وبياخدها عشان يعرفها على اهله، وبتكتشف وقتها ان ابو ديفيد كاتب، فبيطلب ديفيد من اهله ان هم يقولوا لسالي كل حاجه عشان بيثق فيها. ووقتها ام ديفيد بتقول لها ان هي وجوزها كانوا جراحين تجميل وكانوا شغالين في الحكومه قبل كده، لكن فجاه ان في ناس كتيره بتموت، واكتشفوا ده بعد عمليات التجميل اللي كانت بتتعمل لانها كانت بتسبب مشاكل في الدماغ، ده غير ان هم بيلعبوا في مشاعر البشر وبيخليهم متبلدين من عندهمش اي مشاعر ولا مهتمين باي حاجه ولا حتى بيفكروا. وبمعنى اوضح من كده ان هم بيلعبوا في تغيير شخصيه الناس زي ما بيغيروا شكلهم بالظبط. ولما نايا عرفت ان هم فهموا هدفهم من القصه دي، خدت الابحاث عشان تدمرها، وبعدها فهموا منها ان هي بتعمل كده عشان تكون متحكمه ومسيطره على الكل. ووقتها قررت هي وجوزها ان هم يهربوا من المدينه، وبعدها بيحاولوا قدر الامكان ان هم ينشروا الوعي بين الناس عشان يحموهم من الاشعه دي. وفي اللحظه دي بتوري ام ديفيد لسالي المصل اللي صنعته هي وجوزها، وده عشان يعالجوا الناس بيه اي شخص تعرض لتحول كامل اثناء عمليه التجميل، وبتعرفها ان هو ده السلاح اللي نايا عايزه تدمره. فبتتصدم سالي من كل اللي بتسمعه ده وبتقلع السلسلة وبترميها في النار عشان تحرقها، وبتقرر تقول لديفيد ان هي ما كانتش صريحة معاه بشكل كامل من البداية، وان هي كانت مصدقة نية ولانها ما كانتش تتصور البشاعة اللي الحكومة بتعمله فيهم. فبيحاول ديفيد يهديها شوية وبيعرفها ان هو فاهم قصدها ومش هيبص لأي تصرف تاني حصل منها قبل كده، وده لانها كانت مغيبة وما تعرفش الحقيقة. وتاني يوم الصبح بيهجم جنود تبع الحكومة على منطقة الضباب، وبيحصل ساعتها صراع عنيف ما بين الكل، وبيقدر ديفيد وسالي ان هم يستخبوا. وبتتصدم سالي لما بتشوف بريس من ضمن الجنود، وفي نفس اللحظة دي بتوصل نيا وبتتكلم مع أهل ديفيد وبتقول لهم إن هي مش هتسمح لابنهم يدمر كل اللي بنته، وبتسألهم عن مكانها لكنهم بيفضلوا ساكتين ومش بيجاوبوها. وساعتها نيا بتؤمر بريس ان هو يقتل ابو ديفيد، وبيتصدم ديفيد وبيجري على ابوه هو وسالي وهم منهارين. وبتتعمد نيا ان هي تشكر سالي عشان انضمت ليها وساعدتها في كل ده. فبتتصدم شيري ساعتها هي وديفيد، فبتجري سالي وبتستخبى في الكهف وبتولع في البنزين كله، وبتمسك السلاح عشان تحارب بيه نيا وجنودها لكنها ما بتقدرش عليهم وبتجري في الوقت ده وبتهرب. وبنشوف بعدها جنود نيا وهم بيحرقوا منطقة الضباب وبيدمروها بالكامل، وبعدها بيدمروا معمل اهل ديفيد كله. وبالليل بتوصل تاني سالي على ديفيد اللي هرب هو كمان واستخبى،
وساعتها بيهجم عليها من صدمته فيها، لكنها بتقوله ان هي حرقت السلسلة عشان محدش يوصل ليهم، وما كانتش تعرف ان هي لما تتحرق بتدي النية اشارة بمكانهم، وكانت بتدافع عن نفسها. وبتعرفه ان هي ما كانتش تقصد في البداية تعرف حقيقة الحكومة ولا حتى المكان بتاعهم، وان هي لما جت على هنا فهمت ان جمال الشخص في عقله وروحه مش في شكله، وبتعتذر له عن اللي حصل، وبتعرفه ان هي هتروح معاه للمدينة عشان تساعده في انقاذ مامته والباقي. وبعدها بتوصل سالي لمبنى القبحاء في المدينة، وبتتكلم مع زمايلها وبتعرفهم ان منطقة الضباب طلعت حقيقة، وديفيد شخص حقيقي وكتب حقيقته، فبيتصدموا ساعتها وبيفرحوا جدا، وبيقرروا ان هم يساعدوا ديفيد وسالي، وده عشان يكتبوا في السما بالدخان عاش الضباب. وبيقرر ديفيد ان هو ياخد مفتاح السجن من الحارس وبيحرروا الكل، لكن ساعتها سالي بتتصدم لما بتعرف ان شيري في غرفة العمليات، وده عشان يعملوا لها عملية التجميل اللي بتكون غصب عنها. فبيحاولوا ان هم يوصلوا لمكان عشان يلحقوها، لكن للاسف بيوصلوا متأخرين، وبيلاقوا شيري شكلها اتغير وشخصيتها بقت مختلفة تماما، وتجردت من اي مشاعر، وساعتها بترفض ان هي تاخد المصل وتتعالج، وبتيجي نية وبتجبر ديفيد ومامته وسالي ان هم يدخلوا في الانابيب، وده عشان يعملوا العملية هم كمان. وفي نفس الوقت بيهجم كوريا على المكان عشان يحرقه وينقذ ديفيد والكل، واثناء ما سالي بتهرب بتشوف بريس فبتقرب منه وبتتكلم معاه وبتحاول تفكره بيها وبذكرياتهم سوا، لكن ديفيد بيهجم عليه عشان ينتقم منه لانه قتل باباه، فبيضرب بريس بعنف شديد جدا، وده بيخلي سالي بعيد عن ديفيد، فبيقع من فوق المبنى وبيموت. وبتقرر سالي ان هي تساعد ام ديفيد في اظهار حقيقة الحكومة لكل الاشخاص اللي بيكونوا خضعوا لعملية التجميل، وده عشان يقدروا يقنعوهم ياخدوا المصل بتاعهم ويرجعوا طبيعيين مرة تانية. وبنشوف سالي وهي بتسلم نفسها للحكومة، وبعدها بتكون سالي خضعت لعملية التجميل لأنها اتفقت مع أم ديفيد إن هي تديها المصل، عشان ساعتها الكل لما يلاقوا رجعت طبيعية تاني هياخدوا المصل زيها بالظبط وهيكونوا واثقين فيها. فطبعا كل ده بيعمل كده ومعظم البشر بيرجع تاني طبيعي، وبيخلص الفيلم لحد هنا.